وسط زحمة العالم ومشاكله وصراعاته ونهج العقاب الجماعي اللي موجود في كل مكان، والتضييق على الناس والتناقض والشهوات والملذات وكل اللي ممكن تشوفه على السوشيال ميديا دلوقتي من الانفتاح وكل الحاجات اللي تحبها وما تحبهاش. خليك دايما فاكر ان طريق النجاة هيفضل دايما من سجد وجد لانه اقترب، ومن ألح على الله أجيب لأن الله تعالى يحب الملحين، ومن اتقى الله رزقه من حيث لا يحتسب وكفر عنه سيئاته وجعل له مخرجا. وهيفضل دايما كل صابر مجبور، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يثيب الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وبعد دخول الجنة بلا حساب أو سابقة عذاب. وهيفضل دايما المبدأ ولا يظلم ربك أحدا، جملة بقدر طبطبتها وطمأنتها للمظلومين في الأرض، ولكن بقدر رعبها على كل ظالم مهما أمهلهم ربنا سبحانه وتعالى. فاحرص دايما أن صوتك في السماء لا يفتقد. قال تعالى فاذكروني أذكركم. والحقيقة دول فرحتين، نفرح أن ربنا سبحانه وتعالى وفقنا لذكره، ولا نفرح أكتر أن سبحانه وتعالى ذكرنا في ملأ أفضل من ملأنا. فمهما كان اللي بيحصل حواليك دلوقتي وباين أن كل حاجة جماعية، خليك فاكر أن في وقت الحساب هتبقى لوحدك. قال تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه كل نفس بما كسبت رهينة، وغيرها كتير جدا من الآيات. فحاول قدر المستطاع تضمن لنفسك مكان كويس في اللي بعد كده، مهما بدا لك ان اللي هنا ده كله عبثي. مفيش حاجة عبثية، لا يحدث في ملك الله إلا ما أراد الله. الهدف من كل اللي بيحصل ده اختبار كبير جدا لكل واحد فينا، ومهما طال أو قصر هتفضل دايما في النهاية أيام وتمضي، وعند الله اللقاء. الامتحان أسئلته متسربة من زمان جدا، لكن قليل جدا اللي بيذاكر، والعظات كتير جدا ويومية ويمكن لحظية في كل حاجة بنشوفها قدامنا، لكن قليل جدا اللي بيتعظ. يكفي ان الانسان لما بيموت بيقعدوا في عزاه يشربوا قهوة ويتكلموا عن الاسعار، كل واحد مشغول بنفسه. يكفي ان المبتلين في الارض دلوقتي اللي مفيش اي حد فيهم عارف لحظته هتكون امتى بسبب القذف والدمار، ملتزمين والحمد لله ذكر ربنا سبحانه وتعالى ما بيفارقش ألسنتهم، وبيصلوا الفرض بفرضه، ومتوكلين على الله ومتيقنين خير مهما كان اللي بيحصل. هتقول لي ما ده طبيعي علشان متوقعين انهم ممكن يموتوا في اي وقت. هقول لك يعني بعد كل الابتلاء اللي هم فيه دلوقتي ده واللي نشهد لهم انهم نجحوا فيه، هم اللي محتاجين يجتهدوا اكتر، ولا اللي بره في شهوات وملذات اللي مش عارفين اصلا يلاقوا وقت يفصلوا فيه لنفسهم؟ هم دول الاولى اللي يعملوا ولا دول؟ فبلاش تعارض نفسك في الخير. ابليس نفسه ما بيأذيش اي حد، ولكنه بيفضل يزين ويغوي لحد ما الانسان يأذي نفسه بنفسه. ليه؟ علشان يبقى ليها عذر قدام ربنا سبحانه وتعالى ويقول كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فبلاش تخلي إبليس أنصح منك. استغل سلفة الأيام دي قدر المستطاع وبلاش تضيع وقت. في وجهة نظري ما بشوفش أي حد في الدنيا مطمن أكتر من اللي ماشي بجنب الله. ليه؟ لأنه لو طول في الدنيا فعارف إنها خير، لأنه ماشي بجنب الله، مهما حصل له بيحصل حسنات، ولو حنت لحظته بيكون مش خايف من حاجة. ليه؟ لأنه برضه عاش الدنيا بجنب الله. ومفيش أي حد فعلا بيحب ربنا وبيعمل للقائه بيكون خايف من لقائه. صباح الخير.